ايه هي الخدمة؟ هي فرصة لها شروط وواجبات وتنفعني أنا في الآخر كخادم. خدمة حب، خدمة احتمال كمان. أنت لما تحب هتحتمل، لو أنت بتحب هتخدم. إنه ممكن تخدم في أي وقت، وفي ناس كبيرة 70 سنة ما كانتش تخدم وخدمت. الإنسان اللي ما يخدمش إنسان أناني، والمسيحية ما علمتش خالص الأنانية خالص. اهلا بيكم يا شباب في بودكاست ما وراء اكسودس. النهارده بنبدا سلسله جديده، سلسله خادم مش خادم. النهارده هيباركنا وتسابونا ايليا. ازيك يا بابا؟ أهلا بيك. أهلا بيك. ايه هي الخدمه؟ ايه مفهوم الخدمه؟ مفهوم الخدمة ببساطة خالص البابا شنودة كان بيقول: الخدمة هي فرصة روحية للخادم بها ينمي وينمج بداخلها. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون الخدمة لها شروط وواجبات وتنفعني أنا في الآخر كخادم. يعني أنا باخد من الخدمة زي ما بدي. ما ينفعش ناخد من الخدمة على طول من غير ما ندي. ما ينفعش ندي للخدمة وما ناخدش منها. الخدمة تقف على حد، الخدمة تقف على حد. زي ما احنا بنقف بالخدمة، الخدمة بتقف بينا. فالخدمة تعريفاتها كتير. وسيط روحي ومهم جدا لكل واحد فينا لما يجي ينزل يخدم. في خدمة حب، في خدمة بذل، في خدمة احتمال. كلهم بيتغلفوا بطريق ربنا. احنا دلوقتي مجرد ما بنخلص ثانويه عامه بيتقال لنا ندخل اعداد خدام، أي. وبنمشي في طريق كأن عشان ده التسلسل بتاع الناس كلها. أي. بس احنا عايزين نعرف من قدسك يعني مفهوم الخادم، ازاي أي. الخادم بيتشكل. بص، هو التسلسل ده في رأيي إنه تسلسل يعني نمطي، يعني ميت مجمد، حاجة جامدة مش يمشي مع كل الناس. يعني في ناس تمشي معاها أنا خلصت ثانوية عامة في المرحلة الجامعية، فتقال لي أدخل إعداد خدام. ده الكنيسة اللي بتشجع بيه ولادها. اوكي. لكن مش ده خالص الفكر. يعني أنا أفتكر في أيام ثانوي أمين الأسرة أو خادم الفصل شاركني في الخدمة، اداني شوية أسماء ولاد وقال لي الولاد دول ما بيجوش، فقال لي اتصل بيهم. فده أول مرة أفهم فيه في الخدمة حتى في ثانوية عامة. والكنائس كتيرة بدأت تاخد من شباب إعدادي ينزلوا يخدموا. فالخدمة ملهاش سن. اوكي. لكن اللي ما اختبرش الخدمة نقول له تعالى بقى بعد ثانوية عامة، تعالى انزل خد إعداد خدام وشوف جو الخدمة. واللي حتى ما دخلش إعداد خدام، فترة الجامعيين والخريجين زي ما انتوا بتعملوا كده، بتعرفوا الولاد انه ممكن تخدم في اي وقت. وفي ناس كبيرة 70 سنة ما كانتش تخدم وخدمت. موسى النبي بدأ يخدم بعد 80 سنة. 40 سنة قضاهم في قصر فرعون، وال40 التانية تايه في الصحراء بعيد عن فرعون لما قتل المصري. لولا بقى عمره 80 قال له تعالى بقى اوريك العليقة وتخرج الشعب. فملهاش مقياس. لكن زي ما قلنا كده بنقول انه الخدمة لازم تنمى من الصغر. وافتكر كنيسة العذراء مهمشة بتعمل مدارس احد موازيين 2. واحد مدارس احد تربية كنسية للسن، واللي بيشوف فيه عنده حاجة استحساب كده للخدمة وكويس يعمل له حاجة موازية ليها، عشان يقول له انت لما تكبر هتاخد حاجات اكتر عشان تنزل تخدم بسرعة. انا لو حاسس اني مش مؤهل كفايه او ما عنديش الروحانيات الكافيه، او بطبيعه السن بتاع الشباب في خطايا معينه حاسس انها مسيطره عليا، مش عارفه اتخلص منها، حاسس اني مش هقدر ابقى قدوه لاولادي في الخدمه، هل دي اشاره كفايه ان انا ما ادخلش اعداد خدام او ماليش مكان في الخدمه؟ يعني بص، الاسئله دي كلها عايزين نقول ما حدش فينا يستحق الخدمه خالص. مفيش حد يستحق محبه ربنا ان ربنا يشركه معاه في عمله. احنا من محبه ربنا لينا عقل لنا كده. فلازم يكون الحب اللي ربنا اداهولنا يقابل حب من عندنا. فبالتالي انا لازم اكون عارف ان الخدمه دي مصدر لخلاص نفسي.
زي ما قال القديس بطرس الرسول كده، قال نائلين غاية إيمانكم خلاص نفوسكم. أنا غاية إيماني إيه في الكنيسة؟ إن أحب ربنا، إن يبقى لي علاقة بربنا عشان أخلص. شوية شوية هيبدأ يندرج معايا الحب، إنه يعني يبقى أقوى في قلبي، إنه ما دام ربنا بيحبني وجايبني في الكنيسة وتربيت في الكنيسة وخدام خدموني وسندوني في كل أوقاتي وفي ضعفاتي واتسندت وبقيت كويس، طب ما أنا كمان زي ما كني بقول برد الجميل. فكأني أبقى مستحق إن أنا أنزل خدمة مفيش حد يقدر يقولها الصراحة، حتى لو خادم من إعداد خدام، أو يعني بقاله حتى سنين كبيرة في الخدمة، لازم يجي لنا إحساس إن إحنا لا نستحق الخدمة، لأن هذا الإحساس يخلينا بعد كده نندفع إن إحنا نكون أحسن، ناخد بالنا من نفسنا. عشان كده الخدمة لازم أقول قبل ما أنا أنزل أسند المخدوم بخدمة روحية، لازم أنا أقوى روحية، يعني لازم يكون عندي خبرات روحية. والخدمة توفر ده بقى، خدمة توفر إنه ما جاش في بالي إني أصلي لأجل حد، أنا ما بصليش لنفسي، أصلي لأجل حد. فلازم ياخد باله إنه يبقى خبراته الروحية على قدر يعني كويس يقدر يخدم بيها. ومع ذلك برضه زي ما قلنا الخدمة تعطي أكثر مما أنت بتاخد منها، هي بتدي لك. تحضر درس عن الصلاة، عن القانون الروحي، عن سر التوبة والاعتراف، هتلاقي نفسك لازم الروح القدس يأنبك جواك يقول لك طب أنت بتقول الكلام ده عن كلام فقط ولا كلام وعمل بتعمله فعلا؟ عشان كده القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى يقول نحن عاملان مع الله. عاملان بيتكلم عن بولس وأبولس، احنا عاملان مع ربنا. ده حاجة كبيرة قوي، يعني شغالين مع ربنا وربنا شغال معانا وفينا وبينا، فده لازم يكون على قدر المسؤولية. لكن إني مش مستحق فما انزلش أخدم، طب ما يلا خلينا نبقى إيجابيين ودور على إيه الشروط الأساسية لتوفر الخدمة. وخدمتنا كلها روحية، خدمة في الكنيسة احنا خدمتنا خدمة روحية. لو اتقلبت لنشاط يبقى خدمة اجتماعية، يبقى نشاط اجتماعي، يبقى أي حاجة اجتماعية بنقدمها. لكن في الأول وفي الآخر أنا بعمل للمخدوم نشاط معين، درس معين، مؤتمر معين، رحلة معينة، في حاجة لازم تكون ربنا فيها، ومدام ربنا فيها تبقى خدمة روحية. التاني برضو كمان الخدمة تدي، بيقول الخدمة مدرسة صلاة، لأنه زي ما قلت كده أنا بخدم فلازم أوصل ولاد لربنا، فبصلي لهم، فبتعلم الصلاة وباخد خبرة روحية في ده. وكمان يدينا جو كنسي، بحضر عن علوم الكنيسة، طقس وعقيدة وكتاب مقدس وتفاسير والحاجة المعينة اللي ضعيف فيها ببدأ أركز فيها علشان أبقى خادم كويس. كل ده بقى يخليني برضو طول ما أخد خطوة لقدام أو برضو أنا غير مستحق. عشان يعني في حاجة مهمة أوي ربنا يسوع المسيح قال أن من يأخذ كثيرا يطلب منه أكثر. يعني أنت بقيت خادم وخدت مسؤولية فصل أو نفوس هتتسأل عليهم، فلازم أكون على قدر المسؤولية طبعا. وكل ده برحمة ربنا وبنعمته، لأنه من غير محبة ربنا مش هنعرف نخدم. طيب يا قدس أبونا، قدسك بتقول نقط أساسية لتوفر الخدمة، ممكن قدسك تكلمنا عنها؟ الشروط الأساسية زي ما قلنا، أول حاجة الخدمة تكون روحية. أحيانا كتيرة بعد لما ننزل نخدم 3 سنين 4 سنين تتحول الخدمة لمجرد روتين، شكليات. أوكي. بنخرج فيها جهدنا بدون هدف روحي. لازم أعرف كويس قوي إن أول ما رجلي خطة الخدمة أنا بتكلم عن ربنا، أنا موصل جيد لربنا، موصل جيد لي، أسيب ربنا مع الولد واتحرك لحد تاني أو في مجال تاني أو في موقف تاني مع نفس الولد. فده شيء مهم قوي ناخد بالنا منه. تاني حاجة طبعا لازم أهتم أنا نفسي بحياتي الروحية، علشان المسيح في يوحنا 17 آية 19 يقول من أجلهم أقدس أنا ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. طب هو المسيح محتاج قداسة عشان يقول كده؟ ومع ذلك قالها ليه؟ عشان يأكد لكل واحد نازل يخدم
لازم تكون مقدس. المسيح كان عينه على القداسة، وهو أصلا كلية القداسة هو القدوس. فيقول لك طب مش حال أنت بقى هتعمل إيه؟ الخدمة مش عصرة عشان ما حدش يجي يقول أنا ما أعرفش كده بقى، أبونا يقول كده أنت مالكش تخدم خالص. لا خالص، الخدمة إيجابية. كويس إن إحنا عرفنا عندنا مشكلة في الحاجة الفلانية، حاول بقى صلحها. بقى لي كتير بالظبط، بقى لي كتير ما رحتش لأب اعترافي، بقى لي كتير ماليش قانون روحي، بقى لي كتير ما بنموش حتى لو ليه قانون روحي بس ثابت كده. البلاتو ده يقلق. اوكي. لكن لازم اطلع، مش انزل بقى، لا لازم اطلع. فانا بدات اخد بالي من كل الجوانب دي، ولا لمجرد انا عايز انزل اخدم عشان يعني كل زمايلي نزلوا يخدموا بقوا اساتذه ومسات وانا اشغل وقتي. لو الهدف ده مبدئيا مش غلط بس في الاول، لكن بعد كده ما ينفعش يفضل كده. لازم اقول ان انا مش مجرد اضيع وقت، انا نازل اخدم بجد، انا نازل اتكلم عن ربنا. ربنا ده اللي انا مختبره وعارفه عشان اعرف يوصل للولد بالكلام ده. وبابا شنودة يقول ايه؟ يقول في حد كنا بنخدم في كنيسه الانبا انطونيوس لما كنا خدمه، وفي اخ لينا خادم قعد 40 سنه في الخدمه ملوش فصل. تخيلي، قاعد 40 سنه ملوش فصل مدارس احد. كان يعمل ايه؟ كان عليه انه ينزل افتقار ويحل المشاكل قبل ما تتعقد او حتى المشاكل متعقده، ولما تيجي تشوفه قد ايه فرحان بالخدمه يكلمك بكلام معزي وروحي جميل جدا كلنا نتعلم منه. فالخدمه مش شكليات. في ناس كتيره بتخدم خدمات خفيه مش ظاهره، في ناس بتخدم اعمال اداريه، في ناس بتوصل حاجات معينه، بتشتري لوازم معينه، ومع ذلك بتخدم بقلب جميل خالص. كأن من علامات ان الخدمة ناجحة ان الخادم نفسه في نمو وفي كبران مع طبعا طبعا، لانه ربنا مثلا يقول لثلاث ملائكه في سفر الرؤيا، يقول لواحد لست باردا او حارا، انا مزمع ان اتقيأك من فمي. والتاني يقول له لك اسم انك حي وانت ميت. وتالت يقول له تركت عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، تذكر من اين سقطت وتوب. فاذا الخدمه فيها احيانا جفاء. والابن الضال، الابن الكبير ده راح قال لابوه، قال له هذه سنين عددها خدمتك ولم تعطني جديا لافرح مع اقربائي واصدقائي. طب انت فين من الجو ده؟ خدمت ربنا ازاي تقول ربنا ما ادكش؟ يقول لابوه كده تذمر يعني. فده برضو فيها روح مقارنات. لو الخادم دخل في مقارنات ودخل وهدف الخدمه بعد عنه، ده محتاج يتوب، محتاج توبه. طيب يا أتسابونا، في سؤال مهم جدا. لو ايا كانت ايه هي الاسباب اني ما عدتش مثلا اعداد خدام، اني ما دخلتش من البدايه، ايا كانت ايه هي اسبابي، هل ده هيعفيني من دوري في الخدمه؟ اذا ما كنتش خادم جوه الكنيسه او جوه التربيه الكنسيه، ده هيعفيني من دوري كمسيحي كخادم؟ طبعا لا. هو ربنا قال كده اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم، وبعدين قال تكونون شهودا لي. لازم اي انسان مسيحي يشهد للمسيح. ودايما اقول لو ما خدمتش في الكنيسه في جو له اسره معينه، لازم تخدم في بيتك مع اخواتك، مع باباك ومامتك، مع البعيد، مع اللي عمرك ما سالت عنه. دي كلها انواع من الخدمه، لان الانسان اللي ما بيخدمش مش في قلبه حب. وربنا قال كده محبه ابديه احببتك لذلك ادمت لك الرحمه. والمزمور في صلاة الساعة الستة يقول لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات وعدلك إلى السحاب. فربنا أعطانا من رحمته إن إحنا يدينا إنه يحبنا ويجي بذل نفسه لأجلنا. هل أنا بقى في الحب ده ولا لأ؟ عشان إذا من شروط الخدمة إني أكون بحب. لو أنت بتحب هتخدم. الخدمة محب، تحب وتحب، تحب من الله وتحب أولاد الله. فما تقولش أنا ما أخدمش، ما ينفعش. حتى لو ما خدمتش في الكنيسة هتخدم في أي حد تاني، أي حد طلب منك أي حاجة هتعملها إن شاء الله. لو الخدمة مجرد صلاة لأجل الناس، تعرف كل الناس اللي حواليك، المريض،
يعني أبونا داود لما يقول ربنا بيتمنى لنا إن إحنا ندخل السماء، يعني هو بيتلكك لنا ندخل السماء، فبيقول لك كنت مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي، غريبا فأويتموني، جعانا فأطعمتموني. ربنا بيدي لك في البيت بتاعك واحد مريض، واحد محتاج حاجة، واحد محتاج طلبة وصلاة، كل الحاجات دي لو عملت حاجة منها هتخش السماء. عشان كده يجي يقول متى رأيناك يا رب كنت جائعا أو مريضا أو، فهي دي تعتبر خدمة. ده مفهوم الخدمة، ده مفهوم أساسي وبسيط خالص، والخدمة دي سهلة في أي مكان، بس أهم حاجة يتولد فينا الحب اللي يدفعنا للخدمة. الإنسان اللي ما يخدمش إنسان أناني، والمسيحية ما علمتش خالص الأنانية خالص. حتى ربنا قال أحبوا أعدائكم وباركوا لعني. الشهداء كانوا يستشهدوا على إيدين الملوك الأشرار وهم بيصلوا، يستنوا إن ربنا يلمس قلوبهم، مش عايزين حاجة. يعني ده يكلفهم حياتهم لكن يفضل يحب. فالخدمة حب، خدمة احتمال كمان. انت لما تحب هتحتمل كل واحد عندك في الخدمة، هتحتمل أخوك، هتحتمل باباك، هتحتمل أيا كان. وتولدت لأن المحبة تحتمل كل شيء. قديس بولس برضه قال كده في كورنثوس الأولى 13. فالخدمة برضه كلها احتمال. الإنسان ما عندوش حب يعيش إزاي؟ الإنسان ما عندوش احتمال يعيش إزاي؟ إذا الإنسان ما عندوش حب ولا احتمال، يبقى مش عايش، يبقى مش بيخدم، يبقى إذا الخدمة هي الحياة كلها. يا بونا نختم الحلقة نقطتك، ممكن تقول إيه للشباب اللي لسه ما قرروش إنهم يدخلوا إعداد خدام أو لأ، أو حتى اللي في إعداد خدام أو اللي خلصوا إعداد خدام ومش عارفين يختاروا أنهي طريق؟ عايز أقول لهم ما تخافش، الخدمة ربنا هو اللي بيخدم بيها، إحنا ما علينا إن إحنا نبقى وسائل في إيدين ربنا. ما تخافش، الخدمة مش قرار صعب، ما تصعبش عليك الخدمة. يمكن الخدمة دي هي اللي هتخليك بعد كده حياتك تبقى في علاقة قوية بربنا، وتفرح بالخدمة وتفرح بالكنيسة، وكل مادة تتأصل أكتر في الكنيسة، ومحدش يجي يقول لك كلمتين يعني يقلب لك عقلك. موجة الإلحاد وموجة الأفكار الشريرة والأخلاقيات والبث اللي بيبثوا لينا العالم في أفكارنا وأفكار شبابنا، ما تخافش حبيبي، ربنا ساند الكنيسة. مفيش أقوى من الكنيسة في العالم كله، في الوجود كله، صمدت قدام ده واستحملت، لأن ربنا هو الصخرة. يعني ربنا هو اللي بنى الكنيسة دي على صخرته، على ذاته بدم صليبه. فما تخافش حبيبي، انزل اخدم. بس وانت بتنزل تخدم الخدمة روحية، يبقى تحتاج لإرشاد روحي. الإرشاد الروحي يجي من أب اعترافك ومرشدك الروحي، هو عارف حياتك، فانت رايح جاي عليه، ما انت ابنه، عارف قانونك الروحي ومستواك الروحي، تنزل تخدم فين. طب نصلي شوية، طب نشوف ربنا عايز مننا ايه. بولس الرسول أعظم واحد قال في الآخر، قال ماذا تريد مني يا رب أن أفعل؟ أول ما قال كده جاب حنانيا، ربنا بعت حنانيا وقال له روح بشره وعمده، وده هيكون ليا إناء مختار. أول ما نقول لربنا ماذا تريد مني أن أفعل، ربنا يقول لك تعالى بقى أنا اخترتك إناء مختار للحتة الفلانية. اتغيرت الخدمة، اتغيرت ظروف الخدمة، أوقات الخدمة، مواعيد الخدمة، طلبات الخدمة، تلاقي نفس ربنا يدي لك المعونة. مهم الخدمة تيجي بإرشاد روحي، مهم أوي تاخد بركة ربنا كده وتقول له يا رب إيه عايز مني إيه. هتسمع بقى صوت ربنا من أبوك الأب اعترافه، مرشدك الروحي، حد أنت تثق فيه روحيا، بتروح من وقت للتاني تقعد معاه. اقترابك من المذبح، مذبح بيتك الصلاة، ومذبح القداس جسد ربنا ودم. أشعية برضو لما أرسل في أشعية 6، جه الملاك طار خد جمرة من على المذبح ومس بيها شفتين أشعية. الجمرة دي هي جسد ربنا ودم، وقال له خلاص بقى، لو انت مفكر انك شفت ربنا وانت قاعد مع شعب وانت نجس الشفتين والقلب، قد نزعت اسمك وكفرت عنك خطيتك. فراح قال بقى ايه، ربنا سأل قال من نرسله،
من يذهب من أجلنا؟ قالها أنا ذا أرسل. خلاص، بس لازم يكون على أساس حلم، وربنا يختار الإنسان. محدش يقول أنا كبرت عن الخدمة، محدش يقول أنا مستواي قليل عن الخدمة. ما تخافش عشان ما يجيلكش صغر نفس، بس ضروري كمان تكون حريص. أرميا برضو لما ربنا بعته في سفر أرميا الإصحاح الأولاني قال له تعالى هوديك، قال له أني ولد، قال له لا تقل إني ولد، صورتك من بطنك، أنا عارفك كويس. في شعرة صغيرة خالص ما بين صغر النفس والاتضاع. إنسان المتضع هيسمع صوت ربنا، ما تقاوحش، فما تخافش. لكن ما يجيلكش صغر نفس وتقول أنا مش قد الخدمة، يبقى ده تهرب. فاهمة إزاي؟ يعني ضروري نفهم كده، الشباب يفهم كده. في شعرة صغيرة ما بين الاتضاع وصغر النفس. ما تقولش ما استاهلش، كلنا ما نستاهلش، بس ربنا طلب منك ده، قول حاضر. كأن الخدمة مسؤولية بالظبط، شخصية. لأنك اشتياق، لأنك بتحب. فإزاي عندك اشتياق وبتحب ومستعد تتعب فجأة تقول لا أنا ما ينفعش؟ احنا مبسوطين قوي يا قدس أنا أبونا كمان إن كنت معانا. شكرا تعيشوا وربنا يحافظ عليكم، وتعيشوا دايما تخدموا، وانزلوا خدموا كده وفرحوا قلب الكنيسة زي ما انتوا اتخدمتوا. انزلوا خدموا ولادكم. نشكر قدس أبونا إيليا. شكرا يا قدس أبونا. شكرا. كده كنت انتهت حلقتنا مين هو الخادم. استنونا في حلقات تانية من سلسلة خادم مش خادم، بودكاست ما وراء إكسودوس. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. احنا هنستنى كل أسئلتكم في الدي إمز. شكرا.